ايه ده؟ انت مصري؟ ايه ده انا مش عايزه اتصور. بلاش بوس سعيد، بلاش بوس. طلقت نبهتني ان لبسي مش معدول. I am right. ليموزين سير ليموزين اتس فيري فيري جود. معلش انا كنت عايز اروح. ايه ده؟ انت مصري؟ واو، عرفت اسمي ازاي؟ هو انا اعرفك؟ انت كمان اسمك مصري؟ ايوه، وكنت عايزك توديني. حيلك حيلك يا جدع، انت مين قال اني هركبك اصلا؟ وما تركبنيش ليه؟ ده انت من كتر ما بتعمل دعايه لعربيتك علشان تلاقي زبون ناقص تقول فور فري. وانت مش شايف اني بعمل دعايه بالانجليزي؟ ده معناه ايه تفتكر؟ معناه مثلا ان معاك لغه تانية وبتمارسها عشان ما تنساهاش؟ لا، معناه اني ما بركبش مصريين، فورين بس. واي؟ ليه مصريين لا هيعضوك؟ لا، هيعضوا اجريتش. والمصريين هيعضوا الفلوس ليه؟ دي طريقه جديده علشان يتاكدوا انها مش مزيفه مثلا؟ لا، دي طريقة جديدة بيوفروا بيها فلوس لما ياكلوها على الناس الغلابة اللي زيي. بصراحه انا مش فاهم حاجه. هو ايه علاقه التوفير بالعض والاكل؟ بقول لك ايه يا جدع، انت استعباط مش عايز، ويلا بقى من هنا. اللي مش فاهم ايه؟ انا مش بستعبط، انا فعلا مش فاهم. ومش فاهم ليه يا اخويا؟ بكلمك باللويندي. اصلي انا الحقيقه قعدت في امريكا حوالي 20 سنه، ففي كلام كتير بسمعه من اول ما نزلت مصر ومش فاهمه. حلاوتك. نعم. قصدي مادام مش فاهم حاجة يبقى اركبك معايا، اتفضل. هو معلش انا ليه حاسس ان انا في الملاهي؟ ازاي يعني يا باشا؟ يعني انا حاسس انك طاير بالعربيه. يا باشا دي السرعة ما عدتش 80. مش سرعه، انت مش فاهمني. انت دايما فوق، هننزل تحت امتى؟ ربنا ما يجعلنا تحت ابدا يا باشا، فضل الله ولا فالك. حبيبي انا مش بتكلم عن مستوى المعيشه ولا الطبقات الاجتماعيه علشان تقولي نفضل فوق وما ننزلش. امال تقصد ايه؟ قصدي ان احنا من ساعه ما اتحركنا واحنا من كوبري لكوبري. حضرتك احنا على طول متشعلقين كاني راكب لعبه القطر في ديزني لاند. امال شايف المتعة، شايف الانجازات. ده نوع من الترفيه يعني في وسائل المواصلات في مصر؟ لا، دي كباري بتسهل حركة العربيات لا مؤاخذة علشان نوصل أسرع. طيب هنسيب الكوبري ونلاند من الارتفاع ده على المكان نفسه امتى؟ قريب ما تقلقش، الكباري اصلها بتختصر المسافة جامد. قريب ده يعني امتى؟ احنا بقالنا ساعتين طايرين، قصدي ماشيين. ومستعجل على الزحمة ليه؟ مسيرنا ننزل. انا حاسس اني مش هشوف الارض تاني يا راضي. ما تقلقش، هنزل دلوقتي اجيب فطار، تضرب معايا فلافل. الله، انا وحشتني قوي الطعميه بتاعت مصر زي ارضها اللي انا متعلق فوقيها دلوقتي. طعمية ايه يا باشا؟ انت قديم قوي، انا بتكلم عن الفلافل السوري. ده على اساس انك بتلف بيا في حلب؟ السوري ده هيجيلنا منين ان شاء الله؟ هو السوري بس يا باشا، ده السوري والغزاوي والسوداني والاوكراني كله جه قاعد عندنا. سياحه؟ لا، لجوء واستغاثة. استغاثه؟ اصل البلاد دي ولعة يا باشا، فجم بقى يستقروا عندنا، راخر الدولار من يومها في هبوط مستمر. معقول؟ ما اصل الشباب دول ما بيتعاملوش الا بيه، فكتر وسعره قل. يعني على كده الدولار بكام جنيه؟ اصلي عايز افك دولارز. انا هفك لك يا باشا ما تقلقش، وهو حتى علشان ما يضحكش عليك. على كام؟ 16 جنيه اعلى سعر في السوق. تمام، فك الدولارز دي واخصم منها تمن الفلافل السوري، اوكي؟ بس ده واجب علينا يا باشا، انت ضيفنا، وبعدين ده كلام فارغ. بكام يعني؟ الخمس اقراص فلافل سوري ب 600 جنيه. طيب تمام، اخصم 600 من دول وهات الباقي. عيوني. كفايه كده يا راضي، طيارات الهوا هنا شديده قوي، يلا نمشي. معلش يا استاذ مصري، اصل كاميرا الموبايل بتاعت حضرتك حلوه قوي، وهتظبط الفيديو بتاع التيك توك، هيبقى تكبيس بالهبل. تكبيس؟ قصدك مساج يعني؟ هو ده طبيعي طبعا ان عضلاتك تتعب من البرد اللي هنا وتحتاج مساج وساونا كمان والتهاب رئوي. يا جدع ساونة ايه ومساج ايه؟ اسكت خالص، هتغلوش على الفيديو. وزي ما انتوا شايفين متابعيني الكرام، ده واحد مصري واسمه مصري، بس مش فاهم اي حاجه في مصر خالص، وانا لا مؤاخذه بقلب فيه على الجنبين زي قرص البيت كده. قول باي للفولورز يا مصري. ايه ده انا مش عايز اتصور انا. ايه ده what's wrong؟ What is your nationality?
انا مصري. نعم يا روح امك، بقول لك ايه، هات لي القردون دول اتسلى عليهم النهارده. حضرتك انا ما عملتش حاجه، بتقبضوا عليا ليه؟ انت وصاحبك اشغال طريق، انتوا تصوروا وتقبضوا الوفات من التيك توك، واحنا يطلع عين ابونا في الاختناقات المروريه. نعمل ايه تاني عشان الزحمه تخف؟ كباري واتبانت، طريقه وسع، ايه نعمل لكم مسارات هوائيه في السماء وتطيروا زي الطيارات؟ خدهم يا ابني. يا باشا طب الموبايل ده مش بتاعي، ده موبايله هو. براء انا بقى. براءة ازاي وانت اللي ماسكه بتصور يا خفيف؟ يلا يا ابني حطهم في البوكس. اوه ماي هوم. اوه شت، جرس ابن. صحيح، ما انت برضو اللي اهبل يا مصري. يعني بترن الجرس ليه اصلا؟ لمين؟ ابوك وامك ماتوا في امريكا وانت عارف، يعني هيكون مين جوه؟ عيل غبي صحيح. وزي ما انتوا شايفين متابعيني واصحابي، مسكنا حرامي اهو. في رمضان. لو عجبتكم شجاعتي بقى اضغطوا لايك واشتراك وكبسوا بقى، كبسوا جامد. هو التكبيس ده هو اللي ضرب؟ طب انا مش عايز اتكبس انا. وانت لسه شفت حاجة يا حرامي؟ يا شيخ اتقوا الله، في رمضان وبتسرق. يا جماعة انا مش حرامي، انا مصري. ما كلنا مصريين، ولا انت فاكر روحك عديت الحدود مع اسرائيل؟ يا جماعة انا اسمي مصري وده بيتي. مش انت سعيد صاحبي اللي كنت معايا في ابتدائي؟ سعيد انت مصاحب حرامية يا منيل، وانا اقول فلوس اللايف بتاعتك بتروح فين؟ استني بس يا ماما، ده مصري العربي يا جماعة. يس ده ابن صاحب الشقة دي وكان زميلي في المدرسة. يس وحشني يا مصري. اوه نو، بلاش بوس سعيد، بلاش بوس. معلش عشان التكبيس. نو بوس، نو تكبيس، ما تلمسنيش اصلا. شت، معلش خليه يبوس، احنا لسه لايف، هتفرق معانا قوي اللحظات دي. واتس فايكن بوس. اوه انا دلوقتي بقى هعرفك على العيلة يا مصري. انت بالكاميرا دي بتعرف الناس كلها على العيلة، مش انا بس. ما هم عارفينهم يا حبيبي، ربنا يكتر اللي يعرفونا واللي يتابعونا واللي في اللايف يكبسونا. بص يا سيدي، دي والدتي الست ام سعيد. الطلاق، الحل في الطلاق. يضايقك اتطلقي، يشتمك اتطلقي، يهينك اتطلقي، يعملك خدامة لأمه اتطلقي. لسه احنا فينا حل نعالج ونصلح عيوب، احنا لا دكاترة بهايم ولا سمكرية مجاري. ودي بقى يا سيدي اختي ابتسام. حبايب قلبي، زي ما اتعلمنا طريقة عمل البيض المسلوق الفيديو اللي فات، هنعرف دلوقتي طريقة عمل البيض المقلي. بص يا ستي، هتجيبي البيض وبعدين السمن وبعدين الملح يا أم صلاح جزاك الله خيرا، نبهتيني إن لبسي مش معدول. أنا قصدي أنا ما كنتش واخدة بالي، منهمكة جدا في إن أطلع الأصناف الصعبة دي عشان منصف جوزي يفطر وينبسط. ربنا يخليكي ليا يا حياتي، شايلة هم فطار، لا فطار السكرتيرة ولا المديرة بيعدلوا مزاجي. عايزة أقول لكم يا جماعة إن منصف جوزي هو سر نجاحي، لولاه ولا كنت أعرف أعمل المتابعين اللي بالملايين دول. هو مش منصف اللي بيصور مراته باللبس ده هو نفس الإنسان اللي كان هيتخانق معايا علشان كنت هبوسها من باب التحية والترحيب وكده؟ هو بعينه وغباوته بعيد عنك، اصل بعيد عنك الكاميرا تفصل من هنا، القرون تختفي ويقلب على سي السيد من هنا. بالك لو بوستها قدام الكاميرا كان قالك خد حضنين 3 كمان عشان الريتش يعلى. اوكي. ودول بقى اخواتي الصغيرين حماصة ونوسة. ودول بيتباسوا قدام الكاميرا ولا وراها؟ اوكي يبقى قدام الكاميرا، كله هنا بيتباس قدام الكاميرا. سعيد، تختار الفلوس ولا المصحف؟ المصحف طبعا. طيب تختار سلطة الكعبة ولا الألماس؟ اختار. لا استنى، ما تقولش، أصحابنا هما اللي يجاوبوا في الكومنتات. اوعوا تنسوا يا أصحابي تشتركوا في القناة وتكبسوا. حتى الأطفال بيكبسوا. أنا مش عارف إيه اللي أنتوا فيه ده. سعيد طول الليل والنهار على اللايف، وفي الآخر يطلع له في كل فيديو ب1000 جنيه. باركيلي يا ماما، عديت ال500,000 متابع. ولا أم سعيد وليا قراشانة بتقوم بدور الجارة اللتاتة على التيك توك بملاليم. واد يا منصف، ابقى اعمل لي مونتاج للفيديو اللي بعتهولك واتس علشان الحق اذيعه. عيني يا حماتي. ولا منصف وابتسام أصحاب الدعارة المقنعة على البرنامج اللي المفروض إنه برنامج طبخ، والمشكلة إنه طلع طبخ فعلا بس مش أكل. ويا ترى عجبك طبيخي؟ هتجننوا أمي، ده حتى نوسة وحماسة الاتنين بيعملوا فيديوهات هتكون مسؤولة عن إصابة 90% من أطفال مصر بالتخلف العقلي.
وبكرة بعد ما لقيتش الباسبور بتاعي هكون زيكم، وولادي هيكونوا زي حماسة ونوسة. قولولي بقى، انتم كده عاجبكم حالكم ده؟ Tell me، دي حياة؟ I am right. ما انت يا جدع اللي حمار وقفة، حد يسيب امريكا ويجي مصر؟ اديك اتزنقت هنا في النوح يا فالح، ومفيش قدامك دلوقتي غير عوامة تنط بيها على ايطاليا. What؟ ايطاليا؟ وانت وبختك بقى. انا حاسس ان الداية اللي ولدت امك وام سعيد ضربتكم انت وسعيد على دماغكم، مش على جاتكم خيبة.